كيما تتسمع التقرميش مقرمشين تيجيو ولدادين ونتمنى من كل قلبي اللي تيشوف القناه ديالي اول مره وتيشوف وعجبو المحتوى ديال القناه ديالي، نتمنى من كل قلبي يشترك في القناه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله عاد نحضر معاكم الورقة اللي تتكون ناجحة 100%، تنحضروها غير في المنزل ومع واحد الحشوة اللي تتجي اقتصادية وتتجي تاهي لذيذة. المهم عندنا هنا في المقادير تاع الورقة اللي عاد نصيبوها إن شاء الله، عندنا واحد 3 الكيسان ديال الدقيق مع واحد شوية ديال الملحة و3 الكيسان ديال الماء صافي، وتنخلط الخليط ديالي مزيان تينسجم معايا. ومن ديك الساعه نديرو واحد الاناء، ومن بعد عاد ندوزو طريقه التحضير. صافي من بعد ما طحنته مزيان عاد نخوي فيه هاد الاناء. من بعد عاد نبقى نخلط بالخلاط اليدوي باش لا كانوا شي دقيق مكور ولا شي حاجه ما يبقاش مكور عندنا. نخليها ترتاح واحد تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد نشد واحد الكاسرونه اللي غندير فيها الماء يغلى مزيان، وعاد ناخذ المقله اللي تنديروا فيها البغرير نحطها الفوق، ونبدا ندير بالشيته ديال شيته عاديه هي تشريها من عند دروغري. الشيته الاخرى اللي تتكون اما من الافضل هاد الشيتات هما اللي يصدقوا بهم الورقه، ماشي كي الاخرين هذوك تاع اللي تيكونوا تاع بلاستيك. صافي هنايا من بعد تنخليوها تا نشوفها صافي راه شدات فراسها مزيان وبداو الجناب تيطلعوا، وعاد نحيدها. شوفوا عاد تشاهدوا معايا كيف هاد الشكل. صافي عاد نحيدها من المقله ونحطها في واحد الزيف وندهنها بشويه الزيت ونغطيها باش ما تنشفش الورقه وما تهرش لينا ملي نكونوا نعمروا فيها كما تتشاهدوا على هاد الشكل. صافي عندنا هنايا بواحد شويه الزيت. المهم هادو هما الشيتات اللي قلت لكم، هادو ما يصدقوش بهم هنايا الورقه. المهم هنايا درت معاكم واحده اخرى تاني، هانتوما كما تتشاهدوا راه تتجي ناجحه 100% وبسيطه، ويمكن لك تحضريها غير في الدار تعمري بها بريوات او سيجار، تتجي ناجحه. هنا خديت الصدر ديال الدجاج عاد نقطعو طريفات صغيورين، ومن بعد عاد نكمل معكم باقي المقاطع. صافي على هاد الشكل قطعت الصدر رقيق. ندوز واحد 2 بصلات هما اللي غنقطعهم رقاقين. هنا عندي شعريه صينيه اللي غنديرها في واحد البواطه هكانيه، وغنكب عليها الماء طيب ونخليها تطلق بين ما نشحر ديك البصله مع الدجاج يطيبوا. من بعد عاد نزيدها.
هنايا في واحد المقله ندير فيها واحد شويه الزيت ونزيد عليها هذيك البصله مع صدر تاع الدجاج صافي. ونزيد العطريه على حسب الذوق، كل واحد واش يفضل يدير. هنايا درت واحد شويه الملحه مع شويه البزار مع شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الثوم بودر وشويه ديال الحرور. المهم الحرور على حسب الذوق كل واحد كاين اللي تيبغي وكاين اللي ما تيبغيش. المهم صافي هنايا نبقى نحرك واحد شويه تطيح ديك البصله ويطيب ليا داك الصدر تاع الدجاج. من بعد نزيد واحد شويه ديال الكمون، ما درتوش في الاول حيت خفتو لا يطلق ديك المروره، تنديرو حتى التالي حتى الاخر. وديك الشعريه الصينيه اللي انا درت ليها الماء طيب نخليها حتى الاخر ونزيدها ونبقى نحرك باش حتى هي تشرب ديك العطريه صافي. من بعد ما تيطيب ليا صافي عاد نحطو على جنب تيبرد. هنا صافي من بعد ما طابت الحشوه ولات على هذا الشكل صافي عاد ناخذ نخليها تبرد واحد شويه. هنا وريتكم الورقه كي جات راه تجي ناجحه 100%، ونتمنى من كل قلبي يعني تجربوها وراه تنفع هكذا في رمضان صافي. هنايا صافي درت الحشوه القياس اللي كل واحد والقياس اللي بغى. المهم غير ما تكتروش باش ما تقطعش لكم الورقه، واهم حاجه هي تكونوا دهنين الورقه مزيان ملي يلا طيب دهنوها وغطيوها باش ما تنشفش تبقى رطبه صافي. كما نوريكم دابا راه جمعت الجناب ديالها ومن بعد طويتها صافي وتنحطها في داك الطبسيل حتى الاخر. هنا من بعد ما كملتهم في التعمار وروليتهم على هذا شكل صغار نديرهم في الطاوه ديال الفران، عندهم بواحد شويه الزيت مع شويه تحميره صافي، وندخلهم الفران اللي بطبيعه الحال تيكون سخون. وملي تيطيبوا تنقدمهم بالصحه والراحه، راه تيجيو مقرمشين وتيجيو لذاذين. وهاد الحشوه راه بسيطه واقتصاديه وما فيهاش بزاف ديال المكونات. ونتمنى من كل قلبي يعجبكم فيديو. نتمنى من كل قلبي اللي شاهد القناه ديالي اول مره وعجبو المحتوى ديال القناه، نتمنى من كل قلبي يشترك في القناه، واللي شاف الفيديو حتى الاخر نتمنى يدير لي واحد جيم لا جات على خاطركم. وشكرا بزاف.